يصاحب السمو الأمير مولاي هشام يسبح مع كلبه، حيث يعتبر سموه من المحبين للحيوانات خصوصاً الكلاب ويعتني بهم جيداً. الكلاب ليست مجرد حيوانات أليفة، بل هي صديقة ورفيقة للإنسان الذي يستحق أن يحترم ويحبه. كلبه التي توفيت كانت تحتل مكانة خاصة في قلبه. اعتنى بها بشكل متفان ومنتظم، حيث كان يوفر لها الرعاية اللازمة ويضمن لها الحياة الصحية والمريحة. رشيد أمير بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أما الأمير مولاي إسماعيل فهو شقيقي، اختار طريقه كما أنا اخترت طريقي. أنا ترعرعت في ظل جلالة الملك محمد السادس، جلالة الملك محمد الحسن الثاني، وهو ترعرع في ظل جلالة الملك محمد السادس رب العائلة جزاه الله خيرا. ما هي الصورة التي لا زالت اليوم عالقة بذهن مولاي هشام عن هذا الجد؟ شوف، طبعا أنا المغفور له محمد الخامس ما أعرفه، وكل ما كتبت في هذا الكتاب هو بناء على الشهادات وبناء عن ما قيل لي من عمي الله يرحمه، وما قيل لي من والدي الله يرحمه، ومن مصادر أخرى. المهم أن جلالة الملك محمد الخامس بمجرد ما جاء الاستقلال عاش فترة توتر صعب، لأنه واجه زحف من قبل القوى السياسية الأخرى، مبادرات وأفعال سياسية هدفها هو الاستيلاء على الدولة وتهميش الملكية والقضاء على المخزن. فتصدى محمد الخامس إلى هذا الهجوم مع مساعدة الأمير مولاي الحسن، ثم مكن أو استطاع أن يفرض نفسه ويفرض التوازن. هذا الثنائي الذي نتكلم عليه استطاع أن يفرضه على النظام السياسي المغربي، ولكن كان إنسان مرن ولين، فتمكن من البقاء فوق المعترك السياسي. وهالته المعنوية الذي نالها والذي كسبها أثناء طوال هذه السنوات مكنته من البقاء فوق المعترك السياسي. بالرغم من ولادته الأميرية ومنصبه الراقي، يتسم الأمير مولاي هشام بالتواضع، وبالطبع نوبة التي تجعله يتعامل مع الجميع بلطف، فهو يحب الحيوانات ويعتني بها بحب وود، ويجد في وفائهم السعادة والطمأنينة التي تملأ قلبه. الأمير مولاي هشام هو رمز للأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، فهو يتمتع بالكثير من الصفات الحميدة التي تجعله محبوباً لدى الكثيرين، من بينها نشر العلم والإنسانية والوفاء وفعل الخير. فالتربية الكلاب والحيوان ملهمها لتقديم المزيد من الخير لكل مخلوق حي يحتاج إلى رعاية وعناية. اسمحي لي أن أقدم لك صورة عن الأمير مولاي عبد الله. الأمير مولاي عبد الله عاش معظم الأحداث اللي عرفها المغرب وطبع تاريخ المغرب إلى جانب والده محمد الخامس وإلى جانب أخيه الملك الحسن الثاني. هو كان في قلب الحدث، ولكن في نفس الوقت على هامش الحدث لأنه لم يشارك في صنع القرار. ولكن والسبب يعود أولا وأخيرا إلى عاملين. العامل الأول وهو الثقافة السائدة في العائلة الملكية وفي الملكية المغربية، وهي التي تعطي الصدارة للملك وتهمش بقية أفراد الأسرة مهما كان. هذه الثقافة الملكية. لكل ملكية ثقافة. طبعا ملكية إنجلترا لها ثقافة والمغرب ثقافة. ثم العامل الثاني قد يكون أهم، هو الشخصية القوية للملك الحسن الثاني. فالملك الحسن الثاني كان قد يكون تعبير قوي، ولكن في الواقع وحقيقي يسحق كل شيء. ولكن بالرغم من ذلك تمكن الوالد وبمساعدته وسبب وجود والدتي إلى جانبه من بناء كيان وبناء استقلالية، ومكنته هذه الاستقلالية من أن يكون همزة وصل بينه وبين عدة المغاربة، بينه وبين شخصيات عربية، وبالفعل لعب دور مهم بالرغم
من أنه لم يستطيع في العمق أن يفرض نفسه. بين من ومن؟ يعني وقت تقول علاقته بين المغرب كثيرة، بين الجزائر وبين بن بلة والحسن الثاني، بين عبد العزيز بوتفليقة لما كان وزير خارجية الرجل الثاني نعم. لبومدين والحسن الثاني، وكانت العلاقة صعبة جدا بين الملك الحسن الثاني وبومدين، بين الملك فيصل وبين الملك خالد والأمير والملك الحسن الثاني، بين الشيخ زايد والملك الحسن الثاني، بين العائلة القطرية والملك الحسن الثاني، حتى مع أنور السادات. حتى كان أنه القناة المفضل بينه وبين جورج بوش الأب، بينه وبين والدي، وكان أيضا صديق لجون اف كينيدي. مع رونالد ريغان أيضا كانت له علاقات، ومع جمال عبد الناصر أيضا كان يحمل الرسائل. فبالرغم من كل شيء تمكن أن يكون استطاع أن يكون له هذا الدور، وعرف الحسن الثاني قيمته في هذا الدور. عرف قيمته أم كان يعني يحاول أن يسحقه يعني في بعض الأحداث اللي كانت علاقة قوية جدا جدا. كانت قصة حب بينهم، لكن ذلك الحب الذي يهدم ولا يبني. ومرة أخرى تعود ليس فقط لشخصية الحسن الثاني، وإنما الثقافة الموجودة السائدة. طبعا ثقافة موجودة في مدة 400 سنة وتنتقل من الجيل للآخر. طبعا هذا كان الجانب العام. الجانب الشخصي، الرجل ما له ما عليه هي تلك السلبيات التي تأتي مع شخص مهم ويعيش في قفص من ذهب، وتحدثت عنها بالكتاب. تحدثت عنها باحترام، ولكن تحدثت ولكن بانتقاد أيضا، أنه تحدثت بالكتاب عن المهرجين الذين كانوا يأتون. شوف إذا الإنسان يكتب سيرة فهو ميثاق صراحة بينه وبين القارئ. نعم.